بسم الله الرحمن الرحيم. كل سنة وانتم طيبين. احنا النهاردة 11 يناير 2023، وانا يعني قررت اني اتبرع لصندوق تحيا مصر بمبلغ 3 مليون جنيه. اللهم لك الحمد والشكر. انا طبعا اللي معايا مش كتير قوي عشان استقطع منه مبلغ بالحجم ده علشان اتبرع بيه، بس انا عامل كده لبلدي وعن طيب خاطر، واقسم بالله العظيم ما حد قال لي اعمل كده خالص، ولا حد قال لي اطلع قول الكلام ده. طبعا كلنا وكل الشعب المصري بنتبرع في مناسبات كتير للمستشفيات والجمعيات الخيرية، بس ما بنقولش علشان دي بتبقى حاجة بيننا وبين ربنا سبحانه وتعالى. ولكن المرة دي أنا بأعلن عن الجهة اللي أنا اتبرعت ليها والمبلغ اللي اتبرعت بيه، لأني يعني أتمنى إن كلنا نشترك ونعمل كده، يعني كل واحد يعمل اللي يقدر عليه. وأنا بدعو زميلاتي النجمات وزملائي النجوم بان هم يتبرعوا باللي يقدروا عليه. انا عارف انه عملوا، يعني في منهم كتير عمل كده، بس يا ريت لو يقدروا يعملوا ده تاني يبقى شيء عظيم. انا راجل مش غاوي شهرة ولا منظرة ولا نجومية، انا راجل يعني بشتغل، بخلص شغلي بروح اقعد في بيتي مع مراتي وولادي. وربنا وحده اللي يعلم انا بعمل ده لان انا مش حاسس، كلنا شايفين ان بلدنا بتمر بأزمة كبيرة، العالم كله بيمر بأزمة كبيرة، وانعكاس ده واضح على الحالة الاقتصادية اللي بتمر بيها مصر. ان شاء الله ان شاء الله الحالة دي والأزمة دي هتعدي طول ما احنا ايدينا في ايدين بعض، وطول ما احنا واقفين ظهر وسند لبعض. ربنا يحفظ مصر ويستر شعب مصر، يسترنا ويرزقنا ويحمي الشعب المصري كله. كل سنة وانتم طيبين. ياسر جلال.